في الفيديو اللي فات عرفنا ان الاناتوميكال بوزيشن هي الخريطه او نقطه الصفر اللي بنوصف منها جسم الانسان، لكن وجود خريطه لوحدها مش كفايه، لازم كمان يبقى عندنا بوصله نعرف منها الاتجاهات، ودي بنسميها اناتوميكال دايركشنز. وعشان الموضوع يبقى بسيط هنقسم الاتجاهات لاربع ازواج، كل مصطلح وعكسه. خلينا في الاول نيجي هنا كده عند الجسم ده. اول كلمه معانا هي الميديال. هتتخيل خط وهمي بيقسم جسمك بالنص كده بالطول، وهيبقى ده بالنسبه لنا اسمه الميديال. اي حاجه بتبعد عن الجسم ده سواء للجنب اليمين او للجنب الشمال هيكون اسمها لاترال. عشان كده تمرين الكتف الجانبي انت بتبعد في ايدك عن الميد لاين عن جسمك بالشكل ده فاسمه لاترال ريزس، انك بتبعد ايدك بشكل لاترال عن جسمك. يعني مثلا لو جينا للشيست هنقول ان الشيست ميديال فور دلتويد، يعني الشيست اقرب لخط المنتصف من الدلتويد، والعكس صحيح، الدلتويد هتبقى لاترال فور شيست. يبقى احنا عندنا ميديال ولاترال، اي حاجه جوه ميديال واي حاجه بره لاترال، سواء للجنب ده او للجنب التاني. تاني حاجه معانا وهي السوبيريور. سوبيريور يعني فوق، والعكس بتاعها انفيريور، اي حاجه تحت اسمها انفيريور. بس خد بالك ان المصطلح ده بينطبق على الجذع بس، يعني من اول الراس لحد البطن، وفي مصطلحين تانيين بيتقالوا على الاطراف، بس خليك بس دلوقتي مركز معايا في النقطه دي. يبقى احنا عندنا سوبيريور فوق، انفيريور تحت، ميديال في النص، لاترال للخارج. نقدر نقول ان الشيست هنا سوبيريور فور ابدومينال، يعني هو اعلى من البطن. بعد كده عندنا حاجه اسمها بروكسيمال وديستال، ودي بتنطبق فقط على الاطراف، يعني دراعك ورجلك، ودي بنعتمد عليها من نقطه الربط بين جذعك واطرافك. يعني نقطه الربط بين الجنب بتاع دراعك والجنب بتاع جذعك هو كتفك، هو ده نقطه الربط. فاي حاجه بتقرب منه اسمها بروكسيمال، واي حاجه بتبعد عنه اسمها ديستال. يعني لو جينا لعضلات الفور ارم هنقول انها ديستال فور بايسبس. ليه ديستال؟ لان هي ابعد من البايسبس عن الكتف. ولو جينا للبايسبس هنقول انها بروكسيمال فور ارم، يعني الباي اقرب لخط الربط من السواعد. تاني يبقى احنا عندنا ميديال ده في النص، اي حاجه بره لاترال، اي حاجه فوق سوبيريور بالنسبه للجذع، واي حاجه تحت اسمها انفيريور. في الاطراف عندنا نقطه الربط هي الكتف، وكذلك الحوض، الاقرب لنقطه الربط بروكسيمال والابعد اسمه ديستال. وهنا برضو نقدر نقول ان الكوادريسبس بروكسيمال فور كافس، لان هي اقرب من نقطه الربط من الكافس، والكافس ديستال فور كوادريسبس، لان هي ابعد من الكوادريسبس عن نقطه الربط اللي هي الحوض. ولو وقفنا الجسم بالجنب هنلاقي ان عندنا مصطلحين جداد، انتيريور وبوستيريور. اي حاجه قدام اسمها انتيريور، بصه ناحيه وشك، واي حاجه بصه ناحيه راسك من ورا اسمها بوستيريور او ظهرك. عشان كده ده بيفسر ان الكتف الامامي اسمه انتيريور دلتويد، والكتف الخلفي اسمه بوستيريور دلتويد، عشان الكتف الامامي باصص لقدام والكتف الخلفي اتجاهه لورا. يبقى احنا كده عرفنا الخريطه بتاعتنا وهي الاناتوميكال بوزيشن، وعرفنا البوصله بتاعت الاتجاهات اللي هي الاناتوميكال دايركشنز. طيب انت ليه اصلا محتاج تعرف الكلام ده؟ انا عايزك تبقى فاهم ان انت من دلوقتي انت حرفيا لابس نظاره هتبدا تشوف بيها التمارين والاجهزه بشكل مختلف تماما، عشان لما تيجي تسمع ان في تمرينه معينه بتستهدف عضله معينه او حد بيشرح حاجه قدامك تبقى فاهم بالظبط هو بيتكلم عن انهي نقطه وانهي مكان في جسمك. وده كمان هينفعك في اننا لما نيجي نبدا نشرح العضلات والتمارين هتلاقي المصطلحات دي موجوده في كل حاجه. فعشان خاطر تبقى فاهم ما تبقاش قاعد بتسمع بس وانت مش فاهم اي حاجه. تعالوا ناخد ريكاب سريع. احنا اتفقنا ان احنا بنقسم الجسم بالنص عند خط اسمه الميديال، واي حاجه بتبعد عن الخط ده اسمها لاترال، وفوق يعني سوبيريور، وعكسها تحت يعني انفيريور، واي حاجه ورا اسمها بوستيريور، واي حاجه قدام اسمها انتيريور. واتفقنا في الاطراف ان اي حاجه قريبه من نقطه اتصال الجسم بالطرف اللي هي بتكون الكتف، اي حاجه قريبه ليه بتكون اسمها بروكسيمال، واي حاجه بعيده اسمها ديستال. والكلام ده بينطبق برضو على الرجل، اي حاجه بتربط الرجل بالحوض كل ما يكون قريبه من الجزء ده يكون اسمها بروكسيمال، وكل ما هتبعد عنه هيبقى اسمها ديستال. وفي المحاضرات الجايه هتلاحظ اننا هنستخدم المصطلحات دي باستمرار، لان دي اللغه اللي اي حد بيدرس تشريح بيتكلم بيها، وما ينفعش تخش مجال عموما وانت مش فاهم المصطلحات اللي فيه. برضو خليني اقول لك حاجات ساعدتني على الحفظ. الحاجات دي انا ما حفظتهاش بسبب ان انا قعدت اتفرج عليها كتير، انا كنت بربطها ببعض زي ما قلت لك في الاول، ان ده اسمه انتيريور دلتويد يعني امام، واللي ورا اسمه بوستيريور دلتويد يعني خلفي، ومعروفه في النص يعني ميد تبقى ميديال، والكتف الجانبي لاترال ريزس يبقى الجزء ده لاترال، اي حاجه بتبعد عن الميديال. فانا كل اللي عملته ان انا قعدت النك، يعني انا اربط الحاجات ببعضها وحفظتهم في الاخر. فانت اقعد وقت اسماء تمارين وتدرب عليهم وهتلاقي نفسك في الاخر حفظتهم.